السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر سامي محمد. بإذن الله النهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من جهاز الفنت. هنتكلم النهاردة عن مودات الجهاز. أول مود معانا بنستخدمه اللي هو الأسيست كنترول اللي هو ال AC. المريض هنا بيعتمد اعتماد كلي على الجهاز، بحيث إنه بياخد نفسه كله عن طريق الجهاز، ويستخدم فيه العمليات الكبرى زي عمليات الأوبن هارت، القلب مفتوح، وحالات العناية المركزة الشديدة، مثلا مريض عامل حادثة وعنده نزيف داخلي أو فاقد الوعي. تاني مود معانا ال SIMV. في المود ده المريض بياخد نفسه بنفسه، ولكن بمساعدة الجهاز، عن طريق إن الجهاز هيعطيه دورات تنفسية على فترات زمنية معينة. وبنستخدمه كمان لما نيجي نفصل المريض من على الجهاز. عيبه إنه بيعمل ضعف في عضلات الجهاز التنفسي. تالت مود اللي هو ال BSV. في المود ده المريض بياخد نفسه عادي جدا، ولكن بعمله سبورت. بمجرد انه يبتدي ياخد البريس بيقوم الجهاز بإعطاء غاز الأوتو والإير. للعلم ان ده اول مود بستخدمه في حالة وينينج لما باجي افصل مريض من على الجهاز. رابع مود معايا اللي هو السباب. بستخدم المود ده مع المريض اللي بياخد نفسه بشكل تلقائي، بحيث انه عبارة عن بوزيتيف بريشر اثناء عملية الاكسبيريشن والانسبيريشن للمريض. واهم تأثير ليه ان هو بيزود حجم الهواء المتبقي داخل الرئة الى القدرة الوظيفية المتبقية بعد الاكسبيريشن. خامس مود اللي هو البايباب. المود ده بيعطي المريض فرصة انه ياخد نفسه بنفسه، وبيكمل له الدورة التنفسية. وبستخدم المود ده لما باجي افصل مريض مع جهاز الفنت ولا يوجد تايد الفوليوم. وبكده يبقى خلصنا حلقة النهاردة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتسيب لنا رأيك في كومنت وتعمل شير للفيديو وتعمل عجبك.